بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيضا هذه القصيدة لمحدثكم، وأيضا أنشرها للتوثيق. طبعا قصة القصيدة هذا في ربيع العام الماضي، أرسلوني ناس من أهل الشمال صور للربيع وكذا، وقالوا سير علينا احنا بالنفود الفلاني. قلت لهم والله أنا ما رجال، لا معي جيب ولا معي سيارة توصل للنفود، ما معي إلا يارس صغيرة، وإن شاء الله إذا الله يسر. طبعا الربع ما يقصرون، لكن عاد من باب الضحك والسوالف أرسلوا لي صور للربيع، فهاضت القريحة وسندت القصيدة على واحد من أعز أخوياي، قال له أبو عمر، وتعذرت له في القصيدة بأن حالنا وحالي وحاله واحد، وأرسلت له القصيدة. طبعا الرجال تضايق وكذا، وحاول بغي ياخذ دين وكذا علشان يتجمل مع رفيقه، لكن أنا عاذره. جيته وحلفت عليه أنه ما يسوي شيء، لأني أنا عاذره في القصيدة، والدعوة مزوح وسوالف وضحك، ولولا غلاه ما حطيته في القصيدة ولا سندتها عليه. فقال لي من باب الضحك يا أخي كان سندته على واحد على ما قالوا تاجر ولا شبعان. قلت والله يا أخي الخواطر ما تجي إلا للي لهم خاطر. فأقول في القصيدة: شفت الحياة وشلون ربي يسوقه على الديار المعطشة ويغمرها، هذاك شفي والهوى ومعشوقه يبسن عروق القلب مما جمرها. يا ابو عمر يا مسندي يا شفوقه، وشحيلة اللي من جربها طاحت يدينه، والبلاء زاد عوقه ما له والله يشتكي له جهدها. خيال رجلينه تراخت سبوقه، واللي يبي الصلفات يلحق جددها الجيب، من وت صاحبك مير فوقه دين يهد الحيل ويقول ذقها. أدري بحالك حال حالي وذوقه، عظمي وعظمك مختلط في مرقها، وأدري لولك مقدرية تسوقه، خابر فعولك مرويات نقربها. ملعون أبو جد الشعر مع طروقه، هيض مشاعر صاحبك واحتلبها. حبك بقلبي مثمرات عذوقه، ومما بقلبي بحتلك مختصرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.